الله اسمعوا إلى القصة هاي الواقعية. حدثنا شيخ فاضل عن قصة حدثت مع صديقه، وصديقه أيضا شيخ إمام مسجد. يقول هذا الشيخ في ليلة العيد، انتهى رمضان وبكرة شو عيد، في ليلة العيد عيد الفطر اتصلت بي امرأة وهي تبكي تقول: يا شيخ بالله عليك غدا عيد، غدا عيد، وأقسم بالله ما في عندنا لقمة طعام في البيت وأنا أم ل4 أيتام. يقول هذا الشيخ: فأسقط في يدي وضاقت الدنيا علي وأطبق على نفسي وأشغالي كثيرة، يعني عندي خطبة عيد ثاني يوم وتليفونات وتهاني ومشاغل شيخ، يعني تعرفوا أمور شلون. يقول: فتركت كل شيء وأغلقت التليفون، تركت كل شيء. قلت هاي الليلة أنا نذرت نفسي لها المرأة هي. فقلت لزوجتي: البسي. وانطلقنا إلى تلك المرأة بعد أخذ العنوان طبعا منها. قال: دخلت إلى بيتها، بيت فقير متهالك، فقر ما عندها شيء. دخلت إلى المطبخ، فتحت باب الثلاجة، ما في شيء خالص. قال: فقلت لتلك المرأة: أقسم بالله لن أدعك تنام اليوم إلا إذا كان عند عيالك، عند أطفالك، مثل ما عند أطفالي في البيت، أقسم بالله. يقول: فانطلقت إلى السوق واشتريت اللحوم والفواكه والخضار وأتيت بها وقلت لها: تفضلي. فنظرت إلى تلك اللحوم والخضار فقالت: يا بني هذا كله سيخرب، ما عندنا